الفيديو ده إهداء لروح الحاج صبري أبو شحاتة رحمة الله عليه، وده أول فيديو ينزل على القناة من ساعة وفاته، ولأنه صاحب فضل كبير عليا فأنا بطلب منكم طلب واحد، وهو إننا ندعيله كلنا بالرحمة، هو وكل موتانا المسلمين في الأيام المفترجة دي. ربنا يعودها علينا وعليكم بالخير. ويلا بينا نبدأ الفيديو. يابا، أخيرا رجعنا الاستوديو. لو أنت عايز تطلع تتكلم قدام الكاميرا من غير توتر، أنا عايزك تشوف الموت على الطريق. تنزل كده رايد محترمة، تشوف فيها الموت، هترجع مش خايف من حاجة، هترجع هادي مركز، قادر تقدم محتوى، قادر تبص في الكاميرا، فاهم؟ تمام، الدنيا جاهزة، كله زي الفل. آه. بسم الله. هنتكلم كده سريعا في الفيديو ده عن اللي حصل النهارده مع شركة ميتا، فيسبوك أو انستجرام حسب ما زي ما تسميها بقى، وهو عملية الاختراق اللي حصلت يوم 6 مارس. في الفيديو احنا مش هنتكلم بالتفصيل قوي عن عملية الاختراق تمت ازاي او ايه اللي حصل او التفاصيل التكنيكال دي كلها، مش هتهمنا في حاجة. اللي يهمني دلوقتي هو اي حد يستخدم الانستجرام والفيسبوك ما يعرفش يعني ايه اختراق او ما يعرفش ايه التفاصيل اللي حصلت. احنا هنعمل مع بعض كده دلوقتي شوية خطوات تخليك تأمن نفسك من عملية الاختراق اللي حصلت دي. وانت هتسألني دلوقتي طب هي فيسبوك هي اللي تم اختراقها او ايا كان الشركة هي اللي تم اختراقها، انا مالي؟ انت دلوقتي زبون عند الشركة دي، معاهم كل بياناتك، معاهم كل حاجتك، لو ليك صفحات، ليك اي شغل اونلاين، ليك اي فلوس دايره عن طريق الفيسبوك، فانت خلاص شكرا ممكن تودعها بين اللحظه والتانيه. مع كل عمليه اختراق بتتم لاي شركه سواء فيسبوك او انستجرام او اي شركه تانيه، زي مثلا الشركات اللي حصلت في مصر والعمليات الاختراق اللي تمت مؤخرا لشركه امان وشركات تانيه مصريه، بيتم تسريب قدر كبير من البيانات قادر ان هو يخسرك كتير جدا، سواء كانت بياناتك البنكيه، بيانات الفيزا بتاعتك، بيانات حساباتك، بيانات ارقامك، بيانات الايميلات بتاعتك، كل دي حاجات واصول عندك قادر ان انت تخسرها بين اللحظه والتانيه بسبب عمليه اختراق تمت للشركه اللي انت بتتعامل معاها. فسواء انت ليك دعوه بالاختراق او مالكش دعوه، بتفهم في الموضوع ده او ما بتفهمش في القصه دي، فالموضوع طايلك طايلك طول ما انت بتتعامل مع الشركه اللي تم اختراقها. وزي ما قلت لكم انا مش هتكلم عن تفاصيل كتير ايه اللي حصلت مع شركه ميتا، فممكن نتكلم عنها في فيديو تاني ان شاء الله لما يتم الاعلان عنها ويتم الاعلان ان هو تم المشكله بالفعل. لكن حاليا انا خليني اقول لك ان اول حاجه هتعملها، وهي باختصار انك مش هتعمل اي حاجه، هتقعد لك يومين كده بعد المشكله دي لحد مثلا يوم 8 مارس ولا حاجه، ما تعملش اي حاجه في حساباتك وسيبها ولا كانك عندك حسابات عندهم خالص، لحد ما يتم الاعلان من فيسبوك او ان احنا نتاكد مثلا بعد اليومين دول انه خلاص فيسبوك اتعاملت مع المشكله وخرجت الهاكر من عندهم والدنيا بقت تمام عندهم والداتابيس بقت شغاله. عشان احنا مش ضامنين دلوقتي اذا كانت فيسبوك هي اللي متعامل معاها فعلا ولا الهاكر وهو اللي مشغل الموقع بشكل ما، يعني ك عمليه تصيد مثلا البيانات بتاعتنا لما احنا نيجي نعمل ساين ان. طيب خلينا نقول ان احنا عدينا اليومين ودلوقتي هنعمل ايه عشان نقدر نتعامل مع حساباتنا بعد كده. زي ما قلت لك كل عمليات الاختراق اللي فاتت تم تسريب بيانات كتير قوي فيها، وفي بيانات كتير قوي منها متاحه اونلاين تقدر انت تخش تبص فيها على ايميلاتك. وانا واحد بشكل شخصي لقيت ايميلي قبل كده كان متسرب ولقيت باسورد فعلا حقيقي قادر ان هو يخسرني كتير جدا، وخصوصا القناه بتاعت اليوتيوب بتاعتي. فالحمد لله اني قدرت استوعب حاجه زي كده بدري والحق الموضوع ده. وعايز برضو معاك ان انت تلحق نفس القصه دي لو انت عندك اي بزنس اونلاين. فاول حاجه هتعملها وبدون تفكير هي انك تغير باسوردات كل حساباتك، وانا ما اقصدش بس الحسابات بتاعتك اللي عند فيسبوك وانستجرام، اقصد برضه حسابات الجيميل وحسابات الياهو اللي انت رابط بيها الاكونتات بتاعتك، لان كل دي طرق استرداد انت ممكن الهاكر يستغلها لما تتسرب منك عشان خاطر يسترد حسابك ويبقى تم اختراقك. طبعا لو في امكانيه انك تغير الايميل اللي انت مسترد بيه الحساب، لو انت مش عارف تامنه كويس غيره، ده مفيش مشكله، الايميلات ببلاش، فتقدر انك تعمل ايميل جديد وتحميه كويس ويبقى هو ايميل الاسترداد الجديد بتاع الحساب بتاعك. طبعا لو عندك برضو ارقام تليفونات تانية مختلفه عن الرقم اللي كان مربوط بحسابك، يا ريت تعمل كده وتغير الرقم ده، لان هو دلوقتي برضو بقى يعتبر مع البيانات المسربه تحت ايد الهاكر ان هو يقدر يوصل لحسابك عن طريق رقم تليفونك. عمليات الاختراق عامه بتتم بشكل دوري، ممكن كل شهرين ثلاثه بيحصل عمليه اختراق، ومش شرط تكون عارف بيها، يعني ممكن يحصل تسريب لفيسبوك زي ما حصل اكتر من مره والمستخدمين العاديين ما يكونوش عارفين ان حصل حاجه زي كده. فانت حاول يبقى عاده عندك كل فتره انك تغير باسوردات حساباتك، ده هيكون امان ليك اكتر وامان للبيزنس بتاعك. زي ما قلت لك لو انت فلوسك محكومه في فيسبوك او ليك اي دخل منه او ايا كان ايه المنصه الاونلاين بتاعتك، لازم بشكل دوري تكون بتامن حساباتك بتغير باسورداتك، لان ركنه الحاجات دي مش حلوه، يعني البيانات بتتسرب بين اللحظه والتانيه، بنلاقي في تسريب وبنلاقي في داتا نزلت، ولو حد عايز يقدر يخترق اي حد يقدر يخش يبص في الداتا دي حرفيا ممكن يلاقي بلاوي تقدر تضيع الشخص ده. نقطه كمان في الفيديو ده انا اتكلمت عن كل حاجه تقدر تعملها انت بنفسك لو انت واحد شخص عارف ازاي تغير كل باسورداتك وعارف ازاي تغير الايميلات وعارف ازاي تعمل الخطوات دي كلها بايدك خطوه بخطوه.
لو انت شخص مش عارف تعمل الحاجات دي بايدك قول لي، اكتب لي في الكومنتات. ولو لقيت اجماع على الموضوع ده هعمل لكم فيديو مفصل خطوات واحده واحده ازاي تقدر تخش تغير كل حاجه في الاكونت بتاعك، من الباسورد للايميل المربوط بيه لرقم الاسترداد بتاع التليفون، لكل حاجه انت عايز تغيرها وايه تعمل بيها حسابك. بس كده، دي كانت المعلومات بتاعت النهارده. وعايزين ان شاء الله اللي عنده اي استفسارات يكتبها في الكومنتات، اللي عايز اي موضوع تاني نتكلم عنه برضه يكتبه في الكومنتات. كان نفسي اعمل فيديو في ظروف احسن من كده، بس اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم. نقطة نسيت أتكلم عنها وبعد ما خلصت تصويري افتكرتها، هي إن في ناس كتير دلوقتي لسه الحساب بتاعتها ما رجعتش بشكل كامل. معنى مثلا إن في شوية صور ما ظهرتش، في شوية حاجات باين إن لسه في مشاكل في الداتابيز بتاعت ميتا. فيا جماعة مهم جدا إن انتوا تستنوا اليومين اللي بتكلم عليهم دول، مهمين جدا. احنا لسه مش ضامنين ايه الظروف، مش ضامنين ايه اللي حصل، وبياناتكم مهمة، وعلى الأقل بخاطب الناس اللي بياناتها مهمة عندها. فيومين كده المشاكل تتحل، ونتاكد ان ميتا خلاص حلت المشكله، وعرفنا ايه اصلا سبب الاختراق او الاختراق ده اتعمل ازاي. ولو حابين اعمل لكم حلقه عن الموضوع ده برضو عرفوني في الكومنتات. وبعد اليومين دول نرجع براحتنا عادي نستخدم حساباتنا ونأمنها زي ما اتكلمنا في الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد.